قالوا لي بطل صناعة المحتوى. قلت لهم ومن متى أنتم تفهموا الشغف؟ ما يعرفوش أن الكاميرا صديقتي من أيام الطفولة، وأن المايك كان أصدق من بعض البشر اللي قالوا ما في فايدة. فلما تقول لي بطل صناعة المحتوى أرد عليك بطل تتدخل بشيء ما تفهموش. اللي ما يجرب يسهر عشان يعدل فيديو، ولا يعيد تسجيل المقطع 17 مرة، ولا يضحك الناس وهو موجوع من الداخل. ليش الناس تحب تهدم أكثر من أنها تبني؟ ليش لما يشوفوك تحاول أول رد فعل هو السخرية؟ يمكن لأنهم ما قد جربوا يحلموا، أو أنهم جربوا وفشلوا، وبدل ما يواجهوا أنفسهم يحبوا يسحبوا الكل معهم للسقوط. أنا ما بدأت من أمس ولا جاء هذا الشغف من فراغ، أنا بدأت من 2019. كان عمرنا 13 سنة 14 سنة، كنا نمثل ونضحك مش لأننا نعرف نصور، أننا نحب نعيش اللحظة ونصنع شيء من ولا شيء. وجاءت جائحة كورونا، الحياة انحبست والأصحاب تفرقوا وبعضهم سافروا، بس الشغف ما فارقني، كبر وقد هو أعمق. واليوم أنا أتم 18 سنة، لا أبحث عن شهرة ولا ترند. أنا أحاول أكون الإنسان اللي كنت أشوفه في خيالي وأنا صغير، المخرج اللي يمسك المشهد من العدم ويحول الحكاية، اللي يخلي الناس تضحك تبكي تأثر بس بلقطة واحدة. هذا مش حلم بسيط، هذا طريقي. فلما تقول لي بطل يا أخي ما عندي فايدة، أقول لك أنا ما ألعبش، أنا أحاول أعيش نفسي، واللي بدأ من ولا شيء يقدر يصنع كل شيء.